عمتي وينك لهلأ لا حس ولا خبر؟ شو صار معكن؟ قدرية منيحة؟ قدرية وضعها منيح، بس المسكينة ودولية لا يا عمتي، شو هالخبر هذا؟ الله يكون بعون على هالبلوة. والله حالتها بتقطع القلب، ما في على لسانها غير كلمة ابني. كله بسببي أنا. لا يا بنتي، شو بقصدك وقعتيها مثلا؟ هاد نصيبها، الله عطى والله أخذ. الله يصبر قلب أخوكي، بس نصيبهم هيك، شو طالع بالإيد؟ طيب عمتي، بابا انت مالك ذنب بهالموضوع. ربنا بيعطي الروح وربنا بياخدها. الاعتراض على حكمة ربنا. بابا يا ربي، كيف بدي اقدر اعيش وذنب هذا الصبي برقبتي؟ كيف دفنا؟ يا ربي شو هالمصيبة؟ كرم رد على التليفون، خلصني. كرم ارجع على البيت بسرعة، ماما وضعها سيء. ما قدرتي تسكتي وخبرتيها؟ هديها انت، لكن انا ما دخلني. قرب موعد طيارتي. قربت لك ما قلت لها شيء يا أجدب؟ افتح تليفونك بلا قلة عقل مشان الله. مشغول بالي عليكي، ان شاء الله ما يكون مدحت تعمل لك مشكلة. ألو عمر، أنا ماني منيحة أبدا، صارت مشكلة كبيرة وبدي مساعدتك. شو صار؟ مدحت عمل لك شيء؟ لا صار شيء أسوأ من هيك، بس لازم هلأ أروح جيب كرم لهون بسرعة. ليش وينه كرم هلا؟ كرم بالمطار، بده يروح لعند أبي على ألمانيا، لازم نلحقه قبل ما يطلع بالطيارة. طيب إذا بدك بروح بجيبه من المطار. ما رح يمشي الحال، لازم كون موجودة، غير هيك ما رح يقتنع. طيب إذا هيك رح مر عليكم ونروح سوا، اتفقنا؟ طيب ماشي، بس خايفة حدا يشوفك برا ويعمل مشكلة. لا ما تخافي، ما رح اخذك من قدام البيت، رح انطرك بشي مكان قريب، تمام؟ ايه ممتاز، رح دبر طريقة لأطلع من هون. شكرا، رح حسبك معي. اوف، ضايق خلقي من الصبح. خير من شو؟ ما بعرف، حاسة في شي خانقني. انا طالع، بدكن شي؟ دكتور لوين رايح هلا؟ لعند رفيقي، بدي ساعده بشغله. ماشي، لا تأخر عليه لكن إذا محتاجك. طيب ماشي، عن اذنكم. الله معك دكتور. لا تتأخر. شايف؟ واحد فايت وواحد طالع، صاير هالبيت مثل الفندق. ست زمرد، خير ليش هيك معصبة؟ ايه، لأنه شي بيعصب. أكل ما عم ياكله هون أبو خليل،
ابنك اجا من الشغل وفات نام دغري، وعمر قعد بغرفته وما حط لقمة بتمه، شو بدك أكتر؟ ما بظن انك مزعوجة من هيك. هاتي احكي لي لشوف شو اللي مزعلك بالضبط. شبنا أبو خليل؟ قلت لك من شو؟ في شي تاني؟ انا ما بتمرق علي الحركات. شوفي، اجت نفيسة اليوم. حكيت لك اخبارهم سمت لك بدنك. انا كم مرة صرت قايل لك ما بقى تشوفي هالمخلوقة بس ما بتردي. لو انك سمعتي كلامي. لا تحكم من عندك، المخلوقة المشاكل لفوق راسها وإجت تسأل عني، وأنا قطعت الطريق عليها من أوله، وقلت لك كل حدا همه مكفي. واللي مضايقني إنه شلون طلع هالحكي من تمي وما قدرت واسر رفيقة عمري. عم تفهم علي؟ ما غلطتي يا زمرد، نحن بجد اللي فينا مكفينا. أنا تعبت من المشاكل اللي بينكم، لا وأنتم متزعلين ولا متراضيين رح يهدى بالي. واللي بال على الموس على الحدين نفيسة. لا تخافي عليها، تركينا منها. احيانا طيبة القلب زيادة بتضر الانسان وبتجرحه. عملنا منيحة معهم وهلا صرنا ما بنسوى بنظرهم، وكلهم قاموا علي. خليتهم يقلعوا ملك من شغلها مشان ابو محمود. طلعت عم اقطع لها رزقها، وفوقها خربوا علاقتي بحافظ بعد هالعمر. انت من عقلك عم تحكي؟ خليتهم يقلعوا بنته، فاكيد ما رح يجي يتشكرك. ابو خليل، هاي التصرفات مو إلنا. انت كمان معهم؟ قالت نفيسة انه البنت اتطلقت من زوجها واجت لهون، مشان هيك رضيت تشتغل بالمشافي. كنت حاسس في شي من وراها. الله يسعدهم ويبعدهم. الله يكون معهم ويفرج همهم. ونفيسة همومها كتيرة، ما ضلت على قصة الطلاق. أبوان للأولاد إجا خطف حفيدها الصغير يلي لساته قد الكمشة، وأخذوا على ألمانيا، والمسكينة سودت الدنيا بوشها. لهيك كان ابو محمود مزعوج ووشه ما بيتفسر. أكيد مشان هيك. ما أنا سهلة بنوب، أخذوا الولد من أمه. حرام. اكيد حرام، وما أنا سهلة. الله لا يفرق حدا عن اولاده. ما في أغلى من الضنا، إن شاء الله بتجتمع فيه بأقرب وقت. من تمك لباب السما. ايوه، اليوم الصبح كان رفيق خليل الشرطي عنا بالمحل، قعدوا هو وياه لحالهم وضلوا وقت منيح عم يحكوا مع بعض، بس ما يكون مشان ابن ملك. معقولة؟ لا ما بتوقع، خليل ما دخل. والله اذا بيطلع معي حق وخليل فعلا عم يساعد ملك، ما راح يهمني اذا مشان الولد او غيره، وراح يشوف شيء ما بيعجبه. هي مريم عم تتصل، لحظة لشوف شو بدها. أهلين بنتي. بكره عم نسوق خيري بالمدرسه مشان الاولاد اللي وضعهم ما منيح، قلت بيجوز بيهمك الموضوع. ايه بنجي مو غلط. امتى لازم نكون هني؟ رح يبلش على الظهر تقريبا، شغلة ساعتين بالكتير. ماشي، وشكرا على الدعوة بنتي. يلا بشوفك بكره الصبح. خير، لوين رايحة؟ في سوق خيري للأولاد بمدرسة مريم وعم تعزمني عليه. أبو خليل، تبعت صينيتين بقلاوة بكره على المدرسة، هيك بنشوف حالنا قدام كلمتنا. ايه طبعا، هي بالثانوية اللي عند الجامع؟ ايه مزبوط، هني معناها لخبر فيلدان ونروح أنا وياها بكره. هاي فرصة حلوة لتقوى علاقتنا.
لله على السلامة. عليك العافية. والله مو بإيدي، ما قصدت. خلينا نفوتها على الأوضة لترتاح محمود. كله بسببك. أخذتي ابني وأخذتي قلبي معه. أنا شو عملت لك؟ بسببك من لما تزوجت ما شفت يوم حلو. رحتي ودمرتينا ولا عشتي وكملتي علينا. حرمتيني من ابني اللي صار لي سنين ناطرته. يا بنتي خلوها تحكي عمتي، معلش. كل يوم كنت اتخيل كيف رح يكون شكله، ومن وراكي ضاع لحل وضاعت كيف فرحتي. كيف انك عاد تطلعي بوشي وتقولي عليك العافية. انت حرمتيني من انه اكون ام، حرمتيني اعيش الشعور اللي كل بنت بالدنيا بتحلم فيه. مفكرة رح يخلص الوجع اذا طبطبتي على كتفي وقلتي لي سلامتك. انا بحياتي ما رح سامحك. شهور وانا عم بحلم فيه لحتى جهزت له سريره وثيابه. حيضل غصة بقلبي لاخر عمري بسببك. استكترتي علي احمله وضمه على صدري، كل شي بسببك. انت قتلتي. يا ريتك اخذتي روحي معه وقت اخذتي ابني. حرموني شوفتك يا حبيب قلبي. قدرية، قدرية، قومي لأخذك على الغرفة، صار لازم ترتاحي. ملاك قومي عمتي. لا تزعلي، البنت حكت هيك من قهرة وحرقت قلبها على ابنها. دفنة خدي امك على غرفتها. ريحانة اعملي لها كاسة بابونج لملك، خليها تشربها وتنام. ماما اتركيني بحالي. انت مالك ذنب يلي صار، ما تساوي بحالك هيك. ماما كله بسببي أنا، الحق علي أنا. ملاك حبيبتي كلنا بنعرف انه يلي صار حادث ومو بقصدك وقعتيها، بس الموضوع مو سهل عمتي. صبرت كل هالسنين وكانت فرحانة لأنه رح تصير أم. بكرة بتهدى وبتنسى وجعها، لسه جرحها جديد. بس ما تساوي بحالك هيك، حرام عليكي. عمتي يا عمتي يا عمتي أنا. يا قلبي ما بكفي زعلك وقهرك على غياب ابنك. لا تحملي حالك ذنب ابن قدرية. اشفقي على حالك شوي، مو بصير. عمتي ريحان رح تجيب لك كاسة بابونج، اشربيها وحاولي تنامي شوي.
ابقي جنب امك ما تتركيها. انا رح اشوف قدريه وارجع. ماشي عمتي، روحي انت اهتمي بقدريه وخليكي جنبها. انا منيحه، انا منيحه، لا تاكلي همي. ماما يلا نامي شوي كرمالي. دفنة، كرم، وينو اخوكي؟ ليش لهلا ما اجى على البيت؟ اتصلي فيه بسرعه، ما تتركوني لحالي، الله يخليكم. طيب هلا رح اتصل فيه. يلا مدحت، بلا ما تروح اليوم مشان الست قدرية، بلكي صلى شي بجوز نحتاجك. إذا احتجتوا أي شيء اتصلوا فيني وبيجي فورا. ما فيني ابقى هون. شوفت ملك عم تعصبني. طيب ماشي مثل ما بدك. جهزت لك شوية أكلات مشان إذا جعت. ثواني رح أجيب لك الكيس. شكرا موزقي. لو تعرف يلي صار ما كنت عصبت على اختك هالقد. بنتي مع مين عم تحكي؟ ماني شايفة حدا هون. امي مو ست قدرية وقعت على الدراج؟ بقي هالبحصة يلي بتمك بدون لف ودوران. ولا شي، مقهورة بس لأنها سقطت. هلا هذا يلي طلع معي؟ خلص امشي، شغل لفوق راسنا. ليش تأخرت هيك؟ كان قلبي رح يوقف من الخوف. جيت من زمان بس قلت ما بدي وقف السيارة وحدا يشوفني، فضليت اتفتل. والأستاذ على حظي صار بده يروح، عشوي كان شافني. مين؟ الأستاذ مدحت. قصدك خالك؟ بالضبط. بس بلا ما تذكرني بالقرابة اللي بيني وبينه. رح نلحق؟ طيارته 10 إلا تلت منلحق ما؟ ايه بس لازم نمشي بسرعة. مو مشكلة، المهم يجي وإلا ماما هالمرة رح توجد. أبو محمود، أختي أهلا وسهلا. ملك عم تلوم حالها على اللي صار وذبحت حالها من البكي. هالمسكينة بدها تنقهر مشان ابنها ولا مشان ابن قدرية؟ الله يكون معها.
البكا واللوم ما بيرجع بقدرية، هذا نصيبها. منخلص من مشكلة منوقع بوحدة تانية. ليش هيك عم يصير معنا؟ نحن ما أذينا حدا ولا تعدينا على حدا، بس يمكن مقدر علينا هالامتحان من رب العالمين. نفيسة، انت مالك بالعادة تتأففي، بس الظاهر في حدا زعلك وكسر بخاطرك. مين؟ زمرد قهرتني وكسرت بخاطري. ولا مرة كنت حس المشاكل يلي بينك وبين أبو خليل مأثرة على علاقتنا، بس اليوم ضايقتني. قلت بشوفها وبشكي لها همومي لتواسيني وتخفف عني. قالت لي كل حدا فينا همه مكفي، طول عمرنا بنشكي لبعض ونواسي بعض، بس هلأ صار همي تقيل عليها وبيزعجها. قهرتني من كل قلبي. يا روح أمك، يا روح أمك، ليش رحت وتركتني؟ ليش ما أخذتني معك؟ رحت قبل ما كحل عيوني بشوفتك. كنت بدي ضمك ونيمك بحضني يا أمي، كنت بدي غني لك وخليك جنبي لأشبع من ريحتك. أخذوك مني واستكتروا علي كون مبسوطة بعد هالسنين يا عمري. خربوا علي فرحتي اللي صار لي 20 سنة عم بستناها. كيف بدي أشوف هالسنين قدامي وقدام كان كتير علي ضمه يا محمود. بكفي قدري، شو نعمل؟ نصيبنا. قلبي عم يحترق مثلك، كنت بدي صير أب بس ما كملت فرحتي وربنا ما راد. لا حول ولا قوة، ما بيطلع بإيدنا شيء. نصيبنا يا محمود، وقعوا واخسروا. المهم هلأ لاقي كرم وأقنعه يرجع على البيت، وبعد شو ما صار ما بيهمني ابنه. متحدايقك شي؟ وقت فتنا على البيت انشغل بموضوع قدرية ووقعتها، بس لهلأ ماني فهمانة ليش هيك عمل. ما كان معترف أصلاً إنه خالي، ولا لما شافني معك تذكر إني بنته لملك؟ مزعوج منه. مزعوج منك؟ ليش أنت شو علاقتك؟ أنا حفيده لأبو خليل، يعني حفيد عائلة سرحان. وإذا يعني ما فهمت وين المشكلة؟ جدي وجدك بالماضي كانوا رفقات ولد الأخوة، ربيوا وكبروا سوا وكانوا على طول مع بعض، وأبهاتهم نفس الشيء. وباليوم اللي وصلتوا فيه لهون كان في عزيمة عاملها جدي، وبيت جدي كان يعني الرجال اللي ما خلى كلمة على ماما هو جدك السيد أبو خليل. طيب ماشي، ليش جدك انزعج كل هالقد بس شاف ماما؟ أنا صعب أحكي لك السبب، أمك بتخبرك بس. شو بفهم يعني؟ شو عملت لهم ماما مثلا حتى يكرهوها هيك؟ هلا اتصلي بكرم، بلكي فتح موبايل. الرقم المطلوب مغلق أو خارج نطاق. وبعدين معه لساته مغلق. ملك، انتي مليحة يا بنتي؟ إذا بتحبي صبلك شاي كمان. لا ما بدي يسلم، وعم عذبك معي. لا تاكلي همي، أنا صرت أحسن. انتي مريضة شي يا بنتي؟ خير شوفي ليش هالأدوية؟ راسي عم يوجعني ومعدتي مضايقتني، فحاسة حالي مو منيحة. يا بنتي لا تحطي بقلبك وتفكري، لأنه الهم وكتر التفكير بيوجعولك راسك وبيتعبولك قلبك كمان. بلا ما تاخدي أدوية تعبك وحاولي تنامي وترتاحي وربك بيفرجها. والله النوم مجافيني، والله يا ريت أقدر نام. تعرفي وين دفنا؟ كرم لسه ما إجا؟ ايه
هلأ بشوفهم إذا كانوا بأرض الديار، إذا لقيتهم ببعتهم لهون. لو سمحتي. شكرا ريحان. بدك شي تاني مني يا بنتي؟ تسلمي، شكرا. روقي ولا تزعلي وتحطي بقلبك. يا بنتي الحلوة، يلا جربي تنامي. يلا تصبحي على خير. ملاكي القمر يا حبيب قلبي، شو بتكون عم تساوي هلا؟ يقبرني هالوش الحلو ما أغلى. يا ربي دخيلك تحميلي ابني. استعجلي شوي دفنة، خفيها. مرحبا يعطيك العافية. أهلا. ممكن أعمل نداء لو سمحتي؟ على مين؟ على أخي، كان مسافر ونسي ورقة كتير مهمة، بترجاك تنادي عليه. كرم، الاسم ممكن. كرم يلدرين. السيد كرم يلدرين، السيد كرم يلدرين، الرجاء الحضور إلى قسم الاستعلامات فوراً. ممكن تنادي له مرة ثانية؟ السيد كرم يلدرين، السيد كرم يلدرين، الرجاء الحضور إلى قسم الاستعلامات فوراً. شكراً كثير. نعم. إن شاء الله يكون سمع. هذه إذا ما طلع. بس لسه في وقت لموعد الطيارة ولازم يكون هون بالصالة فأكيد. يلا تعال. يلا كرم، الله يخليك. ما يكون طلع بالطيارة. معقول راح؟ شو بدي أعمل يا ربي، شو بدي أعمل؟ أكيد الطيارة طلعت وكان كله راح يا ربي. كرم. كنت خايفة ومرعوبة، فكرتك رحت. الحمد لله إني لحقتك قبل ما تسافر. في شي خبر عن سعيد علي يعني؟ لا كرم، ما عم نوصل لبابا وما في خبر عن سعيد علي، بس لازم ترجع على البيت. انت جنيتي شي؟ كنت رايح على المانيا لجيب سعيد علي وارجع وسبقتي الطياره. لو سمحت اهدى، امنا مو منيحه. الامور فاتت ببعضها وماما من الصبح منهارة وعم تبكي. لك دفنة اختصري شو الموضوع؟ كرم، مرت خاله محمود وقعت اليوم وسقطت. ايه وحطوا الحق على ماما، نهارت واخوك مو جنبها وعم تسألني عنك وما قدرت الا سافر، ما قدرت بنوم، خفت عليها وما عرفت شو بدي اعمل، ما عرفت. معقول يلي عم يصير ما عم تخلص المشاكل؟ هاد شو عم يعمل؟ أهلين أخي كرم، جيت معه ولا بدك تجي لحالك؟ هاي شغلتك؟ ايه شغلت. ماما مو نبهت عليكي ما عاد تلتقي بهذا الشاب ابدا؟ روق كرم، انا اتصلت لك بس جاوبيني، ماما ما قالت لك لا عاد تشوفي ولا عاد تحكي معه؟ ما قالت لك؟ كرم انا حكيت معه، شو لازم اعمل؟ بدك اجي لحالي يعني؟
يا رب تصبرني على عقلاته لهالصبي. ستنا؟ ايه ريحان تعي. أنا بدي فوت نام، قلت لمر أسألك إذا لازمك شي قبل ما نام. لا. قدرية نامت؟ شفتيها شي؟ ايه نامت من شوي، كان محمود بالمطبخ وقال لي إنه نامت وهي عم تبكي. الله يكون بعونها. خير. بس ستنا شقيت على ملك قبل ما أجي ولقيت كومة علب أدوية على سريرها. شبه مريضة يعني؟ ايه. وشو بدها بكل هالأدوية؟ ما سألتيها؟ بلا سألتها طبعا، قالت لي إنه راسها ومعدتها واجعينها، بس ما اقتنعت بصراحة، وكان وشها أصفر ومبين عليها تعبانة كتير. هالبنت من وقت اجت والمصايب عم تنزل على راسها. وخبرتني شوف وين دفنة وكرم ونادينهم ليطلعوا لعندها، بس أنا ما لقيته. بسم الله. وين بدهم يكونوا بهالوقت؟ والله ما بعرف، دورت عليهم بالبيت وسألت بنتي، قالت ما شافتهم وما قدرت خبرها لملك. شو عم تحكي؟ معقول ما تقولي لها؟ يا ربي دخيلك تساعدني. امشي ريحان امشي، هاد موضوع ما بيتخبى، روحي لشوف. عمتي وين دفنة وكرم؟ شفتوهن شي؟ كنت جاي اسألك عنهم لأنه ما لقيتهم ريحان. انتو وين كنتوا لهلا؟ من وين جايين بهالوقت؟ وين بدنا نكون ماما؟ ابنك كان لاحق الفوتبول مثل العادة، ولما ما رد علي انشغل بالي وقلت له روح على الملعب وجيبه. معقول رحتي لحالك بهالوقت؟ الله يسامحك، ليش ما خبرتيني على القليلة؟ انشغل بالنا عليكم كتير. وانت ما بيحلالك تلعب غير بالليالي يعني؟ ناقصني قلق أنا، الله يسامحكم، بس الله يسامحكم. آسف ما انتبهت للساعة. هذا ما نوع عذر لواحد صار بعمرك كرم. يلا اطلعوا لفوق. لا تواخذوني عندي شغلت لكم بالكم معي. ولا يهمك، مو مشكلة، المهم إنهم بخير. يلا روحي اطلعي معهم، بركي بتناموا وبترتاحوا شوي. ماشي.
لو نلاقيها صغير كمان لحتى يرتاح قلب. إن شاء الله منلاقيه وبيرجع لحضن أمه بخير وسلام. يلا تصبحي على خير. إيه شو هالمكان اللي بيخوف؟ يعني ما لقيت غير هي المنطقة لحتى نقعد فيها؟ ما كان عندي وقت اني اختار، طلع هذا بوشي. هلأ منقضي الليلة هون، ما فينا نعمل شي، بس بكرة لازم نلاقي حل. منشوف. الظاهر مفارقة معك ورح نضل هون. تعرفني ما بحب قعدة الفنادق، فشو رأيك نلاقي شي بيت مفروش للآجار؟ مو أحسن من هي القعدة بين 4 حيطان؟ ماشي، لا تضايق حالك. ما عم ضايق حالي ولا بدي ضايقها أصلا، عم قول الشي اللي لازم يصير بكرة، وهذا ما رح ناخده معنا أكيد. مو معقول يضل معنا مثل خيالنا. عطيه لأمه وارتاح. انا وبعطي هلا ما بقدر اخده ولا حتى ورجيهم وشي ابدا. وليش ما فيك؟ بدك اخده انا يعني؟ لانه خاله وجده اذا بيشوفوا خلقتي بيذبحوني. وضحت هلا؟ معناته بعت لهم اياه بالشحن اذا بدك. المهم لاقي حل لهي القصه، ولا بدك ربي لك ابنك عن جد؟ عم فكر بالحلول، لا تقلقي. لازم نترك هالبلد بسرعه. وصلنا إن إحنا نشتغل فرع الوردة، وقلنا هنسيب أول غرزة وتاني غرزة، وهنشتغل في التالتة غرزة نص عمود. في الرابعة برضو هنشتغل نصف عمود. في الخامسة اللي احنا فيها دلوقتي هنشتغل فيها عمود بلفة. في الغرزة السادسة هنشتغل برضو عمود بلفة. فاضل غرزتين. هنشتغل في الغرزة السابعة غرزة نص عمود. في الغرزة الثامنة والأخيرة هنشتغلها غرزة منزلقة. وننزل في الغرزة اللي بعديها، وما ننساش ناخد معانا الخيوط عشان ننظف شغلنا أول بأول. هنشتغل في اللي بعديها غرزة منزلقة، ونرتفع 8 غرزة سلسلة. دي أول ورقة من الوردة عملناها. هنعمل الورقة التانية ونرتفع 8 سلسلة، ونفس الموضوع هنسيب أول واحدة وتاني واحدة ونشتغل في التالتة غرزة نص عمود. الغرزة الرابعة برضو هنشتغل فيها غرزة نص عمود. في الخامسة هنشتغل فيها عمود بلفة. وبرضو اللي بعدها غرزة عمود بلفة، واللي بعدها غرزة اللي هي الغرزة السابعة هنشتغل فيها نص عمود. الغرزة الثامنة هنشتغل فيها غرزة منزلقة. وبكده نبقى خلصنا الورقة التانية من شغلنا. هننزل برضو في الغرزة اللي بعديها وهناخد معانا الخيوط ونعمل منزلقة في الغرزة اللي بعدها. وهنرتفع في الورقة التالتة ونعمل 8 غرزة سلسلة. احنا عملنا وردتين، ورقتين في الوردة، هنعمل الورقة التالتة. سهلة مش كده؟ هتعرفوها اكتر مع الشغل. ورقة وقلم واكتبوا عدد الغرز
وفتلة وإبرة ونبدأ نشتغل شغلنا. بسيطة جدا.